من نساء الأمة وفتياتها تستطيع أن ترفض الزواج من سلطان البلاد؟ لن تجرؤ على ذلك أي فتاة، كما أنها سيدق قلبها وتزف إليه نفسها قبل أن يزف بها، وأن حواضر البلاد وبواديها تهدي للسلطان أجمل فتياتها، وقد تعجبه وقد يتزوج بها، وقد تظل سوى جارية في قصوره دون أن تنعم بليلة واحدة معه. ومع ذلك يكفيها فخرا أن تعيش داخل البلاد وسط الأمراء والأميرات، وقد تطمع يوما ما أن تلد أميرا أو أميرة وتحصل على شرعية البلاد، بل أن بلدها وأهلها سيفتخرون ويتبججون ويترددون ويقولون: نحن أصهار السلطان، إذا نحن أسياد الزمان. ولكن حمامة مراكش العذراء كانت نشازا واستثناء، كانت جريئة وشجاعة ورفضت، وقالت لا بدون مقدمات ولا تأسفات. قالت لا للسلطان المنصور بالله مولاي زيدان ابن السلطان العظيم أحمد المنصور بالله، حاكم الدولة السعدية آنذاك الذي قهر الأعداء. رفضته لأنها لم تكن هدية من هدايا السلطان ولا جارية من الجواري، رفضته لأنها أوبت نفسها لربها وعفتها ولدينها. إنها زهراء الكوش، وردة مراكش وبهجتها ودفينتها. ولدت زهراء الكوش سنة 27 و500 وألف بمدينة مراكش بحي الكتبيين، والدها الشيخ المجاهد سيدي عبد الله الكوش الذي واجه البرتغاليين، ووالدتها فاسية الأصل. عاشت زهراء في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ميلادي، وكبرت زهراء على المنهج الصوفي الروحاني، وتعلمت أصول الفقه والشريعة على يد أبيها الذي كان يملك زاوية. كما أجمع المؤرخون الذين تناولوا سيرتها على وصف لاله زهراء بالفاتنة: لونها أسمر قمحي وملامحها قاتلة. اشتهرت زهراء بكثرة الصلوات والأذكار والصدقة، وتصنف في الأوساط الصوفية بين أولياء الله المتبعين، كما أنها كانت تقيم حلقات النقاش بين النساء وتحدثهن عن مزايا الجهاد، وتدرس الأطفال أصول الدين والفقه وتفسير القرآن الذي تعلمته من أبيها، الشيء الذي جعل السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور يحتاط منه. وسرعان ما بلغ صيت زهراء إلى القصر بأنها ابنة الكوش الصوفية، فتقدم السلطان إلى طلب المصاهرة من الشيخ الكوش لضمان الكوشيين إلى جانبه، ولما رفضت الزواج منه اعتقلها وسجنها، وأذاقها عذاب الزنازين الباردة لعلها تتراجع. محنة لم تنتهي إلا بتدخل مجموعة من الفقهاء والأعيان لدى السلطان حتى يطلق سراح زهراء. أفرج السلطان على زهراء، لكنه دبر مكيدة للحجز عن أملاك والدها تحت حجة التهرب من دفع الضرائب، ونفاه إلى مدينة فاس. فزادت شهرة زهراء الكوش بعد رفضها الزواج من سلطان البلاد وتفضيلها لقب أمة الله، ونسجت المخيلة الشعبية حولها أساطير وقصص، إذ يقال أنها تتحول ليلا إلى حمامة بيضاء تنشر السلام في مدينة مراكش. فتوفت زهراء سنة 1610، وضريحها يوجد بجوار مسجد الكتبية بقبته البيضاء الفريدة يلفت الأنظار الزائرين والمواطنين، والذي جعلته أنا والكثيرون نقطة التقاء وعلامة تسهل التموقع بساحة الكتبية الفسيحة، دون أن نعلم أنه ضريح حمامة مراكش العذراء. كانت هذه هي قصة الزاهدة والمتصوفة زهراء الكوش. كنت معكم أنا خولة على قوارير بودكاست.